الوقفة الاحتجاجية لأقباط مصر للمطالبة بالتمييز الإيجابي في ظل حرمان سياسي واجتماعي لما يزيد على أكثر من نصف قرن عاشه الأقباط بسبب ظروف سياسية ومناخ ديني متشدد لا يقبل الآخر، وحكام لم يطبقوا المساواة أو المواطنة، فكانت نسبة الأقباط في البرلمان لا تتعدى 1%، وأيضا ندر تمثيلهم في الوظائف العليا في البلاد، مما استشعروا أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. ثم جاءت ثورتي يناير و30 يونيو، حيث قدم أقباط مصر فاتورة باهظة الثمن من دماء أبنائهم وحرق كنائسهم ونهب ممتلكاتهم، وقد شاهد العالم بأثره بهذا الموقف البطولي والتاريخي والوطني لأقباط مصر، وخاصة في إنجاح ثورة 30/6. ثم شهدت مصر وضع دستور للبلاد، وصار جدل واسع الآن حول وضع الأقباط في الدستور، ومن ثم فإن أقباط مصر يعتبرون أن وضعهم في الدستور كمواطنين هو جزء من أمن مصر القومي، فلن يقبلوا بحال من الأحوال أي إقصاء أو تهميش. ومن ثم فإن أقباط مصر من حركات وائتلافات واتحادات ومنظمات يجمعون اليوم على المطالب الآتية: أولا، تمسكهم الذي لا بديل عنه بأن يكون لهم الحق في التمييز الإيجابي، وكذا المرأة والشباب في فترة انتقالية لا تقل عن دورتين برلمانيتين، حتى يتعود المجتمع المصري على روح المواطنة ورؤية الأقباط مشاركين في العمل السياسي. ثانيا، ضرورة وجود نص في الدستور يعطي الحق في إصدار تشريعات تنص على المساواة الكاملة وتمثيل الأقباط والمرأة والشباب بنسب عادلة في جميع المجالس المنتخبة وكافة وظائف الدولة. ثالثا، التأكيد على فكرة الدولة المدنية ورفض إسباغ الدستور بأي لون ديني. رابعا، ترك آليات وضع هذا التمييز الإيجابي إلى لجنة ال50 المكلفة بإعداد الدستور، وينوه الأقباط أنه في، أنا بتكلمش باسم الكنيسة ولا باسم الواقع، وينوه الأقباط أنه في حالة رفض لجنة ال50 وضع التمييز الإيجابي للأقباط فإنه سوف يكون لهم موقف آخر من هذا الدستور. عاشت مصر لكل المصريين.